هللويا 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 هللويا. ليك كل المجد يا رب، ليك كل المجد يا رب، ليك كل المجد يا رب. انت صالح وقدوس. حبايبي، وانا كنت بصلي بالكلمات دي النهارده شعرت في روحي ان نفسي اقول لكل واحد موجود: امسك في اصبع الله النهارده. قول له: انا محتاج اصبع الله في حياتي. تيجي نصلي مع بعض. يلا كل اتنين او يعني صلي مع اللي جنبك، صلي مع اللي جنبك، امسك ايد اللي جنبك كده وصلي معاه، او اللي وراك او اللي قدامك. صلي معاه كده، هو صلي معاه ما تكسفوش. صلي معاه. يلا كده قربوا من بعض وصلوا مع بعض. قربوا مع بعض وصلوا مع بعض. قول: يا رب انا بصلي مع اختي وبصلي مع اخويا دلوقتي، وبقول له: يا رب تعالى باصبعك على حياة اخويا. احنا مش عايزين نتفاجئ باصبعك، احنا طالبين اصبع الله النهارده. احنا طالبين اصبع الله النهارده. احنا طالبين اصبع الله النهارده اللي توقف كل شكايه، اللي بترفع النهارده كل مشاكل وكل الامور دي يرميها العدو على حياتنا. يا رب انا بطلب اصبع الله النهارده اللي جت في وقت موسى ووقفت فرعون، وقفت الصحراء، وقفت كل شر رماه ابليس، واعلن من خلال الصحراء وقالوا كده: هذه اصبع الله. اؤمن النهارده ان كل قوة الظلمة، اؤمن النهارده كل قوة الشر، اؤمن النهارده حتى لو امراض رماها العدو باسم رب يسوع راح تقول كده: هذه اصبع الله. لو انت النهارده حاسس ان لا حول ليك ولا قوة زي المرأة الخاطئة، ما تخافش، يسوع النهارده هيحرك ايده. لو حاسس ان ما عندكش امكانيات النهارده، ما تخافش، يسوع النهارده راح يكتب بايده النهارده على حياتك ويوقف كل شكايه جايه عليك وعليكي. هيوقف كل طرق العدو اللي جاي على حياتك وعلى بيتك النهارده. رب راح يقول لك الكلمه دي: اين هؤلاء المشتكون عليك؟ باسم الرب يسوع لا ترى مشتكون عليك الوقت اللي جاي، ولا على بيتك ولا على صحتك ولا على أولادك. ليك المجد يا رب لأنك في وسطنا الآن. يا رب تعالى قوة حضورك الآن يا رب. هللويا.